السلام عليكم، أنا سارة. كيف حالكم؟ إن شاء الله تمام. اليوم بدي أحكي أنا وياكم عن ظاهرة منتشرة بين الناس وخصوصا بمرحلة الشباب والمدرسة، وهي كثرة السب والشتم اللي بنسمع من الناس أثناء كلامهم العادي، مش بلحظة غضب أو مشاجرة. ما بعرف شو الحلو بهذا الأسلوب، يعني اللي بيعمل هيك بفكر حاله خفيف دم أو شخصيته قوية. اللي بيستعملوا هذا الأسلوب بحب أحكي لهم إنه هذا الإشي كتير منفر، وبيبعدوا أصحابكم عنكم لأنه الناس بتحب اللي بعاملهم باحترام، وهذا الأسلوب مو من صفات المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقدوتنا رسول الله لم يكن بالطعان أو اللعان أو الفاحش البذيء، يعني ما بيحكي على الناس ولا بيحتاج يلجأ للكلام السيء أو اللعن أثناء حديثه. وربنا عز وجل بيحكي في القرآن: ويل لكل همزة لمزة، يعني زي ما بنحكي بالمصطلح الحالي التنمر، يا إما بالفعل أو الإشارة أو الكلام. والمقصود بالآية الشخص اللي طول عمره هيك وطبعه الهمز واللمز، مو مثلا زي اللي بغلط مرة أو بيحكي بدون قصده. الشخص اللي دائما بغلط بالناس وبأذيهم بكلامه، هذا ربنا توعده بالويل، يعني العذاب. وما ننسى انه دائما في ملائكة بترافقنا بتكتب الحسنات والسيئات على كل كلمة وعلى كل حركة بنعملها. ربنا بيقول بالقرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليش نخلي دائما عداد السيئات شغال وإحنا بنحكي؟ ليش ما نستبدل الكلام البذيء بالكلام الطيب اللي حكى عنه ربنا بالقرآن إنه كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني أثر الكلام الطيب بكبر وبتنام مفعوله وبيثمر خير كتير بالعلاقات بين الناس. ما أجمل الصحبة لما يكون فيها ود واحترام وكلام طيب. وكما قيل: القلوب أوعية ومغارفها الألسنة، فالأقوال بتدل على وعي أصحابها. مشان هيك لازم الأصدقاء اللي بنختارهم يكونوا ناس واعيين وكلامهم طيب وبننبسط معهم بأخلاقهم الحلوة. بتمنى منكم دايما تعودوا حالكم على الكلمة الحلوة اللي بتشجع اللي حواليكم وبتدخل السرور لقلوب أحبتكم. هيك بنكون خلصنا موضوعنا لليوم. بنشوفكم فيديو جديد إن شاء الله الأسبوع القادم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا بالقناة وشاركوه مع أصدقائكم، ومع السلامة.